السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا طبعًا عن الشاشات، واتكلمنا عن الوقت المسموح بيه لمسكة الموبايل، وإيه الأنشطة البديلة لو هنسحب الموبايل، واتكلمنا ليه أدمنا الموبايل، نزّلنا في حلقة قبل كده إيه هي خطورة الشاشات. قريت مقالة فكانت مرتبطة أوي بالموضوع، فحبيت أنزّلها مع الموضوع، هاقولها لكم بسرعة، واللي عايز يتفرج على الفيديو كامل هيلاقيه على القناة. القصة بتبدأ بست عندها 30 سنة بتحكي، هي كانت بتدرس علم الأعصاب، وبتقول بدأت مشكلتها لما اتفرجت على فيديوهات ليها أيام الجامعة، قد إيه هي كانت في الوقت ده عبقرية. حست إن هي دلوقتي واحدة أمية وبتتفرج مثلا على أينشتاين، هي بتشبه كده، بتقول إن هي كانت عبقرية، كانت كلامها كان لغتها قوية ومليانة مصطلحات، كانت بتدخل في نقاشات فلسفية. دلوقتي لغتها بقت رقيقة، ما بقتش كانت بتفتقد دلوقتي للمصطلحات العلمية، ما بقتش تقدر تخش نقاش بطريقة علمية. زمان كانت بتقرأ كتب كتير وبتقرأ أبحاث كتير، دلوقتي يومها ضايع بين الفيديوهات والريلز القصيرة اللي هي ملهاش أي فايدة. تمام. اتكلمت وقالت إن الشباب في فترة العشرينات والتلاتينات هيصابوا بخرف مبكر، واللي ده أصلا بيبقى للناس العجوزة، فلا الجيل اللي جاي بعد كده هيجيله مبكر بسبب برضه استخدام الموبايل لفترات طويلة. قالت جملة كويسة جدا، قالت إن إحنا كتير بنتعامل مع الذكاء على إنه حاجة مضمونة وموهبة وضامنينها طول عمرنا، لكن هي شايفة إن الذكاء ده عامل زي العضلة، لو ما مرناهوش لفترات على طول فبعد كده بيضعف وما بنقدرش نستخدمه. اتكلمت عن الذكاء الاصطناعي وقالت مشكلة الذكاء الاصطناعي وازاي مخلين روبوت هو اللي يفكر لنا وهو اللي يبحث لنا، وان ده مع الوقت هيضعف العقل. تمام. المشكلة بقى في التعليقات، لأن التعليقات كمان كانت مخيفة، لأن في جيل كامل كله بيعاني. شاب حس إن هو ذاكرته قلت وذكائه قل، واحدة جالها تلعثم، شباب كتير بيقولوا إن هُم ما بقوش قادرين يمسكوا كتاب ولا يقروا صفحة واحدة بس من كتر ما هُم بيستخدموا الموبايل. دلوقتي أنتم لو حابين إن أنتم تسمعوا بقى الحلقة كاملة هتلاقوا في رابط، لو على اليوتيوب هتلاقوا رابط، ولو على الفيسبوك هاسيب لكم الحلقة في comment في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.